زكريا سعيدي صاحب 29 سنة، الحارس السابق لجي اس اس، يلعب مع عماد الدين بوبكر. عنده الكرة. طبعا سنتكلم على 7 لاعبين رحلوا وانتهى العقد بينهم بالتراضي وبين إدارة وفاق سطيف. طبعا بوشامة صلاح تنقل إلى مصر للإمضاء مع فريق البنك المصري. وكرة في العمق، كرة لحميدي سابق في شباب الوزداد وقبل ذلك في الترجي المستغانمي. ويلحق حميدي على الكرة، هاي عرضية والهدف الأول. زروقي مروان يفتح باب التسجيل في الدقيقة 9 بعد كرة جميلة جدا وعرضية جميلة جدا من حميدي كمال الجهة اليمنى. وأول فرصة وأول كرة في الإطار وأول هدف لصالح الوفاق السطيفي. يا سلام، هدف مقابل 0 لصالح الوفاق بعد مرور 10 دقائق تقريبا. وفرحة للأنصار. هاي الكرة الجهة اليمنى، الانطلاقة لكمال حميدي، عنده المساحة والوقت اللازمين التمرير والمتابعة. خطف الكرة امام المدافع. شوف وصول متاخر لفؤاد كرميش القائد والمدافع الاوسط لفريق بارادو اتليتيك. هاي الكره، ها الهدف الاول لزروقي على الصوره. صراحه البارادو اتليتيك ينتظر كثيرا في هذه البدايه في ال20 دقيقه الاولى. في صراع كبير جدا بين اللاعبين وحديث بين المشيرية على الصورة، حكم اللقاء واللاعبين والقائد. طبعا كالعادة كرة لجانيد ممتازة، والدفاع كمال حميدي كاد أن يفعلها ويضيف الهدف الثاني، ولكن الدفاع تبقى الكرة مرة أخرى رأسية كانت من بندير مرة أخرى. أوه لالوش من عماد الدين بوبكر، كرة ما وصلتش. حميدي يبقى يسارع، يسترجع الكرة في العمق من هناك، والانطلاقة هاي صعبة، هاي خطيرة، كان ممكن يمرها كمال حميدي. روح ل 5 امتار و50 ويل، لا كانت فرصة، ما فيش وضع قسم تماما تماما. نشوف يظهر لي زروقي كان ينتظر في الكرة. نعم، لا مش زروقي كان ينتظر في الكرة طوال خير الدين. شوف بالصدر وتسرع، لو تقدم لكان أحسن. هاو الهدف من مروان زروقي بهذه الكيفية. ذكر فقط لنا في آخر فوز لبردو في سطيف 2-1 ذهاب الموسم الماضي، واخر فوز للوفاق على في سطيف على في 8 ماي 45 على بارادو اتليتيك كان 2-1 في مباراة العودة موسم 23 24. بارادو اتليتيك في التهديد لمعادلة النتيجة. هاي كرة عالية، الخروج الصعب بمساعدة هاي الرأسية إلى 5 امتار و50 ويبقى ساقط على أرضية الميدان لاعب البارادو اتليتيك وحارس مرمى وفاق سطيف سعيدي زكريا على الصورة. كان فيه اصطدام، هاي الكرة في العمق، الخروج الصعب والرأسية. نعم، لما كان راجع إلى الخلف هذا التنفيذ كان من عبد القادر. هاو الخروج ما كانش فيه احتكاك، ثم الرأسية لما كان راجع إلى الخلف اصطدم بظهر لي اللاعب رمضاوي. سيعلن على نهاية الشوط الأول بهدف مقابل 0 السيد مشايرية أكرم الحكم في هذا اللقاء. والوفاق هدف بارادو اتليتيك 0 من تسجيل مروان زروقي لصالح الوفاق الصيفي بداية من الدقيقة 9. ننتظر الشوط الثاني أحسن طبعا من بارادو اتليتيك خاصة، والوفاق طبعا طبعا الفوز ب3 نقاط ثمينة جدا، الذي سجل بالمناسبة هدفه الخامس. إذا لحد الآن الوفاق عنده 18 نقطة، يصعد إلى المرتبة العاشرة، نقول إلى المرتبة 11
18 نقطة، ومستقبل الريسات عنده 17 نقطة، ولكن بمباراة متأخرة. بارادو أتلتيك يصبح في المرتبة الثالثة عشر في انتظار مباراة جمعية الشلف التي تحتل المرتبة الرابعة عشر قبل مباراتها أمام المولودية الرائد ب 13 نقطة. إذا فيه تغييران. التغيير الأول بكاكشي يأخذ مكانه، أو قبل ذلك دخول رقم 6 سالم حمزة في مكان رقيق محمد الذي أصيب في آخر لحظات الشوط الأول، وإبراهيم بكاكشي الخليل. إبراهيم الخليل بكاكشي يأخذ مكانه في في المرحلة الثانية في مكان مداسيرو سالف. كان أحسن لاعب في وسط الميدان، إلا إذا كان فيها ربما إصابة. كان فيه إصابة، يعاني من إصابة سالفو. كان في وسط الميدان الغاني، وهذا على الصورة. 34 سنة إبراهيم الخليل، لعب مونديال نيجيريا في 2009 بنيجيريا أقول، بعد الوصول إلى النهائي لكأس إفريقيا الأمم التي نظمت بوهران وعين تيموشنت، وتأهل إلى النهائيات كأس العالم. بكاكشي إبراهيم الخليل سيلعب في وسط الميدان، وهو الذي لعب كل مسيرته الكروية في وسط الدفاع في المحور. سينطلق اللقاء بقيادة أكرم شيرية على الصورة في هذه اللحظات بملعب 8 ماي 45. ينطلق الشوط الثاني على بركة الله. بارادو أتلتيك يحاول العودة في هذه المباراة بعد الفوز في مباراة أخرى. مولودية البيض تفوز على الترجي المستغانمي بهدف مقابل 0، وتعادل طبعا فريق أتلتيك، أو أقول أولمبيك أكبو بهدفين مقابل هدفين بالعاصمة أمام فريق أظهر إمكانيات كبيرة على كل الزوايا. شوف الانطلاقة القوية لرمضاوي، ورمضاوي يدخل منطقة العمليات. صعبة وعودة عماد الدين بوبكر ينقذ الموقف بعد هذه الانطلاقة. كانت قوية، والتوغل القوي من رمضاوي كأنه معول بارادو أتلتيك لمعادلة النتيجة في الدقائق الأولى. هذه نلعب الدقيقة 50 أي الخامسة من الشوط الثاني. هدف مقابل 0 لصالح الوفاق. عند الكرة الآن عن طريق نايباج أسامة إلى من يطلب الكرة، ينتظر طويلا، يرجع الخلف، مضطر يلعب مع سعيدي زكريا. أول كرة كانت ساخنة أمام مرمى سعيدي زكريا. بكاكشي يلعب مع جانيت، ينطلق جانيت يوصلها لزروقي بالعقب. لا، ما كانش زروقي، ولكن كان طوال. هذه الكرة التي لعبها في ظهر الدفاع، ولكن العودة لبوبكر في آخر لحظة كما شاهدنا مرة أخرى. هاي صعبة، والتصويبة كانت من القائد. ماذا يفعل هناك؟ هل فيه نعم تغيير بعد خروج أقول بعد خروج بسبب الإصابة الكرة صعبة، والهدف الثاني للوفاق. يا سلام على الكرة الجميلة، وببرود الدم يتمكن زروقي من إضافة الهدف الثاني لصالح الوفاق الصيفي في الدقيقة 51. كما نشاهد في الوقت الذي كنا نتكلم على الفرصة الأولى لرمضاوي والبارادو أتلتيك الذي كان يريد أن يعود في المباراة مبكرا في الشوط الثاني. الوفاق الأساس عن طريق زروقي بهذه الكرة الجميلة جدا، كانت من إضافة من القائد
جانيت في العمق مباشرة في الشباك، في الوقت اللي كنت نقول كان فيه تغيير بعد دخول هذا رقم 6 سالم حمزة، وكان يلعب في وسط الدفاع رقم 24 وهو كرميش فؤاد المدافع، أصبح مدافع أيمن. الثغرة تماما كانت قد ظهرت في الدفاع، في وسط دفاع البارادو. دخول الطاهر محمد لامين رقم 19. هاي الكرة ولو في الشباك، في الشباك. لا لم ليس بمن كان مرر يظهر لي هو بوكرمة، بر الكرة لزروقي وليس القائد أكرم جانيت اللي ضايعة إلى من؟ ثم الكرة في العمق. هاي كرة، هاي خطيرة، هاي خطيرة، هاي السرعة، هاي السرعة، دخل منطقة العمليات والهدف عن طريق عبد القادر. يا سلام. اي 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 تضيع الكرة في وسط الميدان للوفاق الصيفي، وكرة خاطفة. عبد القادر على الصورة يفتح باب التسجيل لبارادو اتلتيكو ويقلص الفارق. هدفان مقابل هدف لصالح الاساس امام الباك في الدقيقة 60 بعد مرور ساعة من الوقت الرسمي لهذه المباراة. قلت ان تسجيل هدف لبارادو اتلتيك قد يغير مجرى الفريق، او اقول مجريات المباراة. هاي كرة مباشرة وسريعة وحسين، ما كانش فيه انتظار، كان فيه سرعة. التمريرة كانت من رقم 19 طاهر محمد لامين. شوف نعم، رغم العودة رغم العودة السريعة طبعا للدفاع، خاصة عن طريق رقم 6 دايبش. نعم، آية الحاج. أي هو غير مكانه الآن، يلعب في وسط الميدان. الانطلاقة هي صعبة، هي صعبة. التصويب سعيدي ممتاز. كاد أن يفعلها عبد القادر ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه، ولكن تألق زكريا سعيدي حال دون ذلك. شوف كانت متجهة إلى الشباك. شوف الانطلاقة، شوف المساحات والقوة في التسديد والمهارة في التصدي لهذه الكرة اللي راحت إلى الركنية لصالح بارادو أتلتيك. أي الآن الصعوبة للوفاق في الوقوف أمام السرعة المتناهية اللامتناهية لاعبي فريق وفاق، لاعبي فريق بارادو أتلتيك في هذه الركنية. كرة اليمنى لسعيدي تلعب على مرحلتين، ترجع للجهة اليسرى ومرة أخرى الركنية. السادسة والسابعة سعود سالم، وهذا بإيديه والكثير والعديد من اللاعبين شد ومد في المنطقة ضمن الرأسية وللحارس. طبعا كرات سهلة للحراس. سعيدي يتمكن من هذه الكرة، يبحث عن الخطأ، يأخذ كل وقته. طبعا العاملة هاي الإعادة الرأسية كانت من سالم حمزة، ولكن التقاط الكرة بكيفية جميلة ليست سهلة في هذه الوضعيات والحالات. هاي الكرة كرة الهدف الأول، تمريرة كانت من كمال حميدي والمتابعة من الهداف مروان زروقي ولا الصورة. ثم الهدف الثاني والتمريرة الجميلة في العمق وبرودة الدم. شوف يرفع راسه وياخذ المعلومة ومباشرة في الشباك ولا الصورة. الهدف السادس له، وهذه الكرة التي ضاعت في وسط الميدان للوفاق والانطلاقة بسرعة من عبد القادر بالقدم اليمنى، أقول بالقدم اليسرى، يسكن الكرة في الشباك. الحارس الصيفي زكريا سعيدي يتلقى الإسعافات في وسط الميدان. ونشاهدوه. هاية الحاج إلى من؟ هاية الحاج في العمق. لا، كان طلب من القائد كرميش الانطلاقة. عنده كرميش، هاي عرضية، هاي خطيرة، هاي صعبة. التصويب والهدف. الهدف.
ومعادلة النتيجة لصالح بارادو أتليتيك. قلت كان فيه ضغط رهيب جدا من بارادو أتليتيك، وكان لازم على الوفاق انه يخرج من منطقته، يبذل مجهودات اخرى واضافيه اقول لفك الحصار. وقدوم رقم 37 قبل قليل، قدوم محمد سيف الدين كان خدا مكانه ويعادل النتيجه بهذه الكيفيه. كان فيه من ترك مكانه في صفوف نعم شقرة أيمن خدا مكانه في صفوف بارادو أتليتيك. إعادة الكرة العرضية، قلت الكرات هذه صعبة. شوف ضربها بالقدم اليمنى بداخل القدم اليمنى، كرة عرضية كانت من كرميش. وشوف المتابعة كان في المكان المناسب قدوم محمد سيف الدين. كرة مرتدة كانت من رمضاوي ومباشرة إلى الشباك، شباك زكريا سعيداني. قلت أقول سعيدي أقول اللي عانى من الإصابات نظرا للعديد من الالتحامات مع لاعبي الخصم. والخروج هو الهدف. يا الكل بقى يتفرج، لا بوبكر ولا ايضا كان امامه دوار يوسف ولا ابراهيم الخليل بكاكشي تمكنوا من ابعاد الكره. اخير نقطه ثمينه لانه كان متاخر بهدفين. هل الكره تاتي بالجديد؟ يبقى الامل الصيفي في تسجيل الهدف الثالث والفوز. كرة عرضية، يبقى الخطر أو الخطر هي عالية. التصويبة ربما الحكم يبقي ما فيش صافرة. والدفاع طويلة ويبعد الكرة في اللحظات الأخيرة. سعيد يرجع الكرة في هذه اللحظات. يبقى لاعب وفاق سطيف لا راح يقوم بصعوبة، والانطلاقة هاي صعبة لصالح بارادو أتليتيك. يدخل منطقة العمليات. ضاع الفوز، ضاع الهدف الثالث والفوز لبارادو أتليتيك والصافرة النهائية في هذه اللحظات. يا شوف الكرة هذه من طاهر محمد ياسين. ماذا ضيعت يا كرميش يا فؤاد؟ لا مش كرميش، نعم كرميش هو اللي ضيع هذه الفرصة الأخيرة لصالح بارادو أتليتيك. وفي الأخير ينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدفين. هدفان لفريق وفاق سطيف سجلهما زروقي مروان، وبعد ذلك قلص الفارق عبد القادر وأضاف الهدف الثاني قدوم محمد سيف الدين.